أعين العالم كامل مشدودة نهار الخميس، ولكن الأعين ديالي وديالكم كاملين قبل كلشي. كنشوف وهبي وهو كيوقف على خط. واش هاد المرة غيلقى الحل فك شفرة الدفاع الفرنسي؟ واش الخطط اللي كيوجد دابا في حصص تدريبية هي اللي غتكون السلاح اللي يخلينا نحققوا المعجزة؟ وهبي اليوم ما كيدربش غير فريق، هو كيدرب حلم ديال الشعب كامل كيتسنى التشعر من الذكريات ديال 2022. واش غنشوفوا وهبي كيقود الاسود لنصف النهائي؟ في هذا الفيديو غنحلوا ادق التفاصيل اللي كدوز في ذهن المدرب الوطني قبل الصدام التاريخي. وشنو هما الاوراق اللي غيلعب بهم قدام الديك الفرنسي؟ تخيلوا الاشاره، تخيلوا الضغط، تخيلوا ليله 9 يوليو، مباراه من الاعياد الثقيل كتنتظرنا جميعا، مباراة كتسناها العالم كامل من بعد ذكريات نصف نهائي كأس العالم 2022 اللي خلات جرح كبير. المغرب وفرنسا كيتواجهوا من جديد في ريمونتادا تاريخية منتظرة. واش غنشوفوا تأ الرياضي لأسود الأطلس اللي أثبتوا للعالم أنهم ما كيخافوش من الكبار، ولا الديك الفرنسي غيأكد تفوقه التاريخي؟ في هذا الفيديو غندخلوا أدق التفاصيل التكتيكية، غنحلوا نقاط القوة والضعف، وغنحاولوا نكتشفوا السيناريو باش نفهموا علاش هذا الماتش حارق على الاعصاب. خصنا نشوفوا كيفاش وصلوا الفريقين لهذه المرحله. المغرب دخل لهذا الربع النهائي بمسار كيدوخ، فوز على كندا اللي صدمات كل المشاهدين مع ثنائيه تاريخيه لعز الدين أوناحي اللي بين انه لاعب من الطراز العالمي. في الجهه المقابله فرنسا رغم انها مرشحه للقب الا انها عانت باش تحسم تاهلها قدام منتخب باراغواي العنيد اللي كان قريب يجرهم السيناريو غير متوقع قبل ما يجي كيليان مبابي ويحسم الامور 1-0 من ركله الجزاء. هذا الفرق في المسار كيعطينا مؤشر ان فرنسا كتلعب برود الاعصاب، بينما المغرب تبروح قتاليه عالميه وهجوم كيسعى ديما يسجل. إلا جينا نشوفوا الارقام واللحظات اللي حسمت التاهل غنلقاو ان أوناحي هو العقل المدبر. مهاراته التهديفيه في الماتش الاخير خلاته يتصدر عناوين الصحف العالميه. وباش نكونوا منصفين، حتى مبابي رغم الانتقادات احيانا كيبان هادئ جدا امام الضغط الرهيب. وهدف رقم 19 في مسيرته في كاس العالم كيدل على انه ماكينه ديال الاهداف اللي ما كترحمش. هذا الصدام بين فعالية أوناحي وهجوم مبابي غيكون هو المعركة المصغرة اللي غتحدد بهوية الفريق اللي غيتحكم في ريتم المباراة من الدقائق الأولى. تكتيكيا وهبي كيعرف مزيان شنو كيدير. المغرب كيعتمد على الواقعية الدفاعية اللي كتحول لهجمات مرتدة سريعة وقاتلة. إبراهيم دياز اللي صرح بتصريح مثير أنه كينتظر يواجه زملاء في الفريق ريال مدريد مبابي وتشواميني، عارف مزيان نقاط الضعف في الدفاع الفرنسي. مع خلال التدريبات ديالو اليوميه في المقابل فرنسا كتلعب باسلوب السيطره المطلقه بنسبه استحواذ توصل 76% والاعتماد الكبير على الاظهره باش يخلقوا قاعش. واش دفاع المغرب اللي كيعرف كيفاش يسد المساحات غيصمد قدام هذا الضغط العالي والمهارات الفرديه ديال نجوم فرنسا؟ هادشي اللي غنشوفوه نهار الخميس. هذا ماشي غير ماتش عادي، عين العالم كامل غتكون على أشرف حكيمي ضد كيليان مبابي، أصحاب في الحقيقة لكن داخل الملعب كل واحد باغي يربح لبلادو. السرعة ديال حكيمي غتكون الاختبار الأكبر لمبابي، وفي نفس الوقت دياز غيكون هو العقل المدبر اللي غيحاول يكسر التوازن ديال دفاع فرنسا. المباراة غتكون شطرنج بشري عالي المستوى، وغلطة صغيرة ممكن تكلف ثمن غالي بزاف. التحكيم والجدل المثير، ما يمكنش نغفلوا الجانب اللي كيخلي القلوب تخفق أكثر وهو التحكيم. الكل باقي عاقل على الاحتجاجات الكبيرة اللي وقعت في النصف النهائي 2022، وهذه المرة الأجواء مشحونة مسبقا. جماهير المحللين كيتمنوا أن اللقاء يمر بسلام وأن العدالة التحكيمية تكون حاضرة، لأن في ماتش كبير بحال هذا حنا كمشجعين كنطمعوا نشوفوا الكرة نظيفة 100% وبدون أي قرارات تحكيمية تثير الجدل وتفسد المتعة ديال الماتش. خارج المستطيل الأخضر السوشيال ميديا شاعلة، الحماس وصل للذروة والمغاربة في كل مكان كيحلموا بهذا النهار التاريخي، بينما الفرنسيين متمسكين بثقتهم في قوة مجموعتهم لتحطات صعاب بزاف. مغرد كتب أسود الأطلس وصلت للربع النهائي، هدفنا النصف النهائي، وهذا الكلام كيعبر على الروح اللي كاين عند الجمهور المغربي. في الأخير التاريخ كيعطي الأفضلية لفرنسا، لكن العزيمة والروح القتالية للمغرب لا تقارن. شنو هو التوقع ديالكم للنهائي؟ هذا الملحمه شكون اللي غيمر للنصف النهائي؟ كتبوا لي اراءكم في التعليقات، ما تنساوش لايك الا كنتي كتشجع الاسود وتوقع المفاجاه. ان شاء الله ونشوفكم في فيديو جديد.